خبير الميكانيك مقدم لكم من طرف ميكانو المغرب وأفريقيا. أخوتي الحريفية، السلام عليكم. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم الجواب للسؤال ديال سي زكريا من مدينة الحسيمة. السؤال تيقول: جا عندي كليان عنده سيارة ألمانية الصنع محرك 2 لتر ديازل 2012. المشكل ديالها كتعطل في الديماراج وتزادت عليه الكونسوماسيون. ملي درت دياغنوستيك طلع ليا بي 0087 بريسيون كاربيرون ترو باس. خويا زكريا، خاصك تعرف بلي هاد السيارة فيها سيستم اللي كيحتاج بريسيون دو كاربيرون إلفي، يعني كيحتاج بريسيون كبيرة في السيستم ديال الانجيكسيون، وسميتو سيستم دانجيكسيون كومونوراي. وباش يكون عندك بحال هذا المشكل في هذه السياره، يقد يكون المشكل من البومب بريسيون، ريغيلاتور دو بريسيون، ولا لي زانجيكتور، البومب داليمونطاسيون، ولا ميم الفلتر ديال الكاربيرون ولا كان كولماتيك. وبما ان الكليان ديالك كيتشكى باللي تزادت عليه الكونسوماسيون، فهنا غادي تركز على الكونترول ديال الروتور ديال لي زانجيكتور. هاد لي زانجيكتور اللي الروتور ديالهم كثير فراه تي انجيكسيو كثير، اوتوماتيكمون كتهبط ليا لا بريسيون ديال الكاربيرون وكتزاد عندنا الكونسوماسيون. كنتو مع خبير الميكانيك، قدم لكم من طرف ميكانو المغرب وأفريقيا.